واصدقائي طبعا انا جاي لابو حكيم صدفه ولقيته طالع ابو حكيم برا طالع من البيت توه. يلا السلام عليكم، شلونك ابو حكيم؟ شلونك بعد؟ زين ان شاء الله، شلونك مرتاح؟ شلونك؟ الحمد لله. اخبارك؟ والله وين رايح؟ وين رايح؟ انا ما اعرف اقول لك. والله راح شو اسوي؟ شو بهالعمر هذا؟ لا شو ابو حكيم بهالعمر هذا؟ هو مجبور. اي هذا ما اعرف شو اسوي. الله يكون بعونه. نمشي مقصرين وياك والله، بس تعرف انا هم مالي خلق يعني فما اقدر اتواصل وياك. الحمد لله. بس هاي الفتره شوي انقطعت عني. الله يسلمك. صحتك اخبارك؟ ان شاء الله زين. عايش باي. اي زين. انت مره قلت لي عيونك وما جاي. ما اشوف الولد. اي بس هو ما اخذت الله زين. خذ صوره حلوه. خذ صوره؟ ايوه سبحان الله. طبعا اعزائي المشاهدين اصدقائنا، ابو حكيم شيخ المصورين، ابو حكيم يعني تاريخ. ابو حكيم يا والد انت 42. الله يعطيك ان شاء الله الصحه وطولة العمر ومن عمرنا على عمرك خير ان شاء الله. ابو حكيم نتمشى انت لو ما بيك فايده. انت وين تطلع ابو حكيم الصور؟ اطلع بسوق الدور ويطلع بسوق الوحيد. ايش صار لك بمهنه التصوير؟ صار لي من 55. ايوه من 55 لحد الان. اصدقائي طبعا ابو حكيم راح الرجعه واحنا عرضناها لك انت طالع على باب الله، لكن راح نرجعك بس ناخذ وياك لقاء. وهاي ابو حكيم ايش قد صار لك من التصوير؟ من 55. نابع على الكاميرا من 55. اي طلع التصوير. وظل يطلع ويا الانجليز. سلمان مبارك. وين الانجليز؟ اي سلمان مبارك هذا. نعم. يرمون طيور من فوق وانا اصور لهم. يعني انت من ذاك الوقت مصور. الكاميرات اللي كنت تستخدمها شنو؟ كان جايز. نعم. وديك الرتينه. رتينه كل ذاك. وبعدين اجت هاي. طبعا اصدقائي صعوبه النطق ابو حكيم طبعا تعرض الى جلطه قبل فتره. لا والله من تاثرت. من تاثرت؟ ضربني واحد. اسير ابو حكيم. ضربني واحد بظهري بالاخماس. لا حول. وانقطع صوتي من دوم على اثر ضربه يعني بالحرب. 5 اشهر بالمستشفى هناك بايران وما زال رجال. زين ابو حكيم ان شاء الله لك الصحه ان شاء الله طول العمر. انا يعني انت الاول كاميرا صورت بيها شو اسمها؟ زايز. زايز هو هاي مستفيد. تمشى شوي هنا؟ والله كيف مشي. هو زايد. زين انت شلون انتباه؟ انا سمعت بيك واقع يعني هسه انت متعور. والله ساعات السيارة قالت عاوز شيء. لا حول. بالسيارة. السيارة ضربتني. ليش تطلع ابو حكيم يعني العوز؟ شو اسوي غير مجبور. العوز يعني. شو اسوي؟ امد ايدي النار. لا ما عاش اللي امشي. الله يهديك. الله يساعدك. الله يخليك. ابو حكيم يمكن تاريخ اللي مدينة الصدر وسابقا كانت هي مدينة الثورة اللي عايش ابو حكيم يعني اجيال اخذ صور. زين فد موقف صادفك ابو حكيم يعني؟ لا هي موقف هواي. نعم مثلا انا فد مرة انت وطبعا فد موقف مضحك يعني بصراحة، لان انت قلت لي اكو مرة كانت كل ما تفوت من السوق انت تصور جوال هو طبعا كل ما يفوت من يمها شو يقول لك؟ يوم ما يدخل صابك بعدك هذا هم بعد عدي وليش خايب هذا بعرسي صورني تقول يوميا يوميا هي يصادفون ناس. بس انت اتذكر مره هي نفسها عمي كان جاي قلت له هو نعم شرب. اصدقاء طبعا بالمناسبه يعني يقول هاي المره كل ما افوت بعدك عديل وهاي يقول فلقيته يضحك ابو حكيم. قلت له علي من تضحك ابو حكيم؟ يقول انا هاي المره كل ما افوت تقول لي بعدك عديل. يقول ففتت من مكانهم لقيت قطعه داقين ببابهم مكتوب تنعى عشيره هاي الراحله. هي توفت مو؟ اي توفت. هي توفت قبله. ان شاء الله يقطع العمر ان شاء الله. ابو حكيم يعني الاول استوديو اشتغلت به؟ اول استوديو يسمونه تاتشان محمد تاتشان. محمد تاتشان. وين هذا؟ ما شان يعني بياب المدينه. اول ما صارت هاي بالثوره فتح وبعدين شان. وين مشيت؟ القرطبه اللي هي كانت اسمها كولومبيا
كلهم باسمها مصور كلهم بيه هذه يسموها قرطبة. وبعدين الشمري. اذا انت مشتغل بالسوديوهات لكن استوديوهات هواي. عجب ما عندك استوديو يعني تبقى ما عندي الجوال وقتها ما عندي بعد تلقى حريتك يعني هذا بالعمل مو قصة حريتي هو الجود من الموجود يعني انا لو عندي الظرف بس ما عندي الله يكون بعونك ما عندي الله يهديك ما عندي شو اسوي هذا مو بيتي هذا هسه ما اقدر ابني هالواقع شو اسوي حجينا ممكن وياك ناخذ لقاء انا بالخدمه الله يخليك خادم ربك اذا نلتقي بجيران ابو حكيم طبعا السلام عليكم شلون الصحه طبعا هاي المنطقه الزراعي اللي هي بالبلديات وقاعدين هاي المنطقه البيوت المتواضعه حجين الله يساعدك الله يساعدك انت جيران ابو حكيم مو اي جيران ابو حكيم انت جيران ابو حكيم هسه احنا نعرف ابو حكيم من احنا صغار يعني الله فلهذا السبب احنا جينا نوثق تاريخ ولا طولة العمر ان شاء الله والله انا اوصيكم به نعم على الكاميرا نعم اوصيكم به بابو حكيم نعم لان هذا الانسان تعبان ومظلوم نعم الله يخليك هسه انت مآخره شويه ليش؟ لانه هو هسه راح يروح على باب الله نعم اي انا اخرت صحيح زين بس لازم اعوضه فهو شنو حتى في يوم من الايام الامريكان كاظينه وذابينه بالسجن هو رجال فقير لا ما عندي شيء مال الامريكان مال الامريكان هسه نقعد بالبيت ويسولف لنا اياها اي اذا اصدقائي شلون تشوفه هنا جالك انت تحبونه مو بالمنطقه والله يا رجال فقير لا وما منتمي لاي حزب كان الحمد لله لا شيوعي حزب هو بعد هو مرت الاحزاب كلها بعدهم ذولا ما صايرين هو ابوهم يصدق فيهم حجينا نشكرك جزيلا الله يخليك يديمك كسر عابد جبار جوده نشرب الخزعل الله يخليك رحم الله والديك انا بالخدمه الله يخليك اذا ابو حكيم ندخل بالبيت ونكمل الحديث اصدقائي باسمكم نرحب بالمصور وشيخ المصورين ابو حكيم. السلام عليكم ابو حكيم. عليكم السلام ورحمه الله. احنا اليوم بضيافه ابو حكيم هذا البيت المتواضع في المنطقه الزراعيه وايضا هو ايجار مو؟ اي والله ايجار. راح نتعرف احنا وياكم عن سيره حياه ابو حكيم وحياته اللي قضاها بالتصوير ووين قضاها باي مكان ويعني اهم الاحداث اللي شاهدها. تفضل ابو حكيم. لغاتي نعم ابو حكيم. انا كنت قوي امشي اي وصرت زينه. نعم. وبعدين عندي زوجت الولد. نعم. بعت بيتي ب12. نعم. بيت قرطين بيتين وشلت 7 شهور قبل الاحداث. قبل الاحداث صارت احداث الطائفيه. وما صرت هناك مدة يمكن سنة. نعم. صارت الأحداث هاي أول ما إجوا الأمريكان علي أنا بيتنا ذكر 7 شهور. كانت أحداث يتعرضون إلى يعني يضربون يجون أول ما طبوا بغداد. نعم. إجوا علي يضربون يحصلون بالبيت. نعم. قلت لهم يا أبا رجال فقير وما عندي. نعم. ويكفى على راسي والولد أمي أهلي يقوم علي يسبوه يغلطون. إذا يعني أصدقائي طبعا عذرا بس للتنويه أبو حكيم تعرض إلى إصابة أثناء فترة الأسر بأخمس انضرب على هاي المنطقة على أثرها تعرض إلى يعني نعتبر شلل مو هو صار؟ شلل نصفي فطبعا أثر على النطق مالته كلامه وأتمنى بأنه يعني كلامه يفهمون إن شاء الله. بالمستشفى قد بقيت؟ 5 أشهر. إذا أصدقائي راح أتواصل وياه يعني خاف أكو عبارات ما يقدر يلفظها بسهولة فأنا راح أعيد وياه يعني أتناقش وياه بالخصوص. أبو حكيم بداياتك يعني بأي مكان بديت التصوير؟ أول ما بديت التصوير أنا كنا بالعاصمة. نعم. بالعاصمة عاصمة أصدقائي يسموها بالتسريحة بالعلوية يسموها. أول شيء أعرف أصدقائي مواليدك أنت. مواليد 42. مواليد 42 الله يعطيك إن شاء الله طولة العمر والصحة والعافية. كان عمري بال8 9. نعم. أطلعوا الإنجليز. نعم. ولدهم أصدقائي. وأطلعوا وياهم أطول ولد الإنجليز؟ أصدقائي. أصدقائي. يعني يا زمن مصور.
بداية ال 55. بال 55 يعني بعد ما صاير انا. قمت اطلع وياهم وين؟ سلمان بارك. يعطوني كاميرا من السفينة يسموها. من السفينة يسموها؟ طبعا احنا ما ألمانية. نعم من السفينة. نعم. يعطوني اصور الانجليز، شافوني قامت اقول مصور. هذا الانجليز شجعوني. شجعوك بانه تصور. كل النوبة كل سفرة. نعم. كل ما يطلعون اطلع وياهم اصور لهم. يعطوك اجور اكيد. الانجليز يرمي الطيور وهي طايره. انا بساعة تاخذ لقطة وهي بالجو. من يضربها؟ مو يطيحن. انا اصورها. هاي لقطات محترفين. قال انت اخوي مصور شجعوني. زين ابو حكيم، يعني انت عاصرت المصورين المخضرمين، يعني اصدقائنا بالنسبة الله ان شاء الله يطيل طولة العمر ابو حكيم، يعني من يفوت بالشارع اللي صورهم، صور عرسهم وصور عرس ابنائهم وصور عرس ولدهم. والله صحيح كلهم هسه ولدهم هم تصور. الله يعطيك ان شاء الله الصحة وطولة العمر ويخليك لنا ان شاء الله. قالوا لك هذا ابو حكيم، لك هذا بعرسي. الله يعطيك الصحة ان شاء الله. ابو حكيم، ابرز المواقف يعني مثلا اللي صادفتك اثناء المواقف. احرج موقف هو مع الامريكان. شلون؟ هذول بيتنا 100 متر عن الشارع، طلعت ما ادري. طلعت بكاميرتي وشايل جلدتي وطلعت وقفت على الشارع. اجوا الامريكان مسوين اضوء هاي من الواير. نعم. انا واقف ذبوها علي وعلى الامريكان. طقت العبوه. طقت العبوه، قام يوقع مثل مصر. سبحان الله. نزلوا الامريكان كذوني. عبالهم انت اللي مفجرها. عبالهم انت اللي مفجرها. بعدين احكي لك. خلوني ذبوني بالهمر. بالحمله. هذا كاميرتي وبيها يمكن 70. ما شافوا وضعيتك شافوني خلوني بالهمار، خلوا تشيز براسي. نعم. تشيز براسي. تشيز براسك؟ اي والله. وخذوني هذول اهلي من شافوني قامت بنت ابني قامت خطيه تفتح شموسه تفتح علي. طيب. بعد اهلي يجي يا اهلي وصل خذوني. قامت تمشي من الساعة 9 للساعة 3 العصر. اشوف بكى وعيني انا وين بالتاجي. سبحان الله. مقعدين على اثرها انت عينك يعني من الامريكان؟ ما اشوف السبات بسبب الامريكان شدوها يعني؟ سببها كم يوم شدوها؟ سبوها من الساعة 9 دينا حاضرة. وراها تأثرت عينك؟ الساعة يمكن الساعة بالثنتين بثلاثة فكروني أنا معسكر التاجي. كاميرتك؟ نيكون 7 نيكون 7 لو 7000 يعني؟ 7000 نيكون 7 حلوة. ومن نموت يعطيك اياها. لا اسم الله ان شاء الله لك طول العمر. اكو واحد لا تقول هيش تخرني. اكو واحد يخلص من الموت. لا ان شاء الله لك طول العمر ان شاء الله. انت لا يمك العافيه ان شاء الله. هاي تبقى ان شاء الله عامر وانت طيب ان شاء الله. اتمنى لك الصحه والتوفيق ان شاء الله يا ربي. اذا ابو حكيم احنا بنهايه هذا اللقاء يعني نتمنى بانه ان شاء الله نلقى استجابه من يعني مناشده لكل اصدقائنا واللي موجودين على الاقل يعني قطعه ارض لابو حكيم من المسؤولين الدوله، يعني هاي نقابه الصحفيين، يعني هذا الرجل يعني شيخ المصورين انا اعتبره. زين مو هكذا يعني هاي نهايه الحال المصور العراقي، لا يعني وقدم ما قدم يعني حتى بكل المجالات وخدم كل الناس. ما له 30 سنه هذا خادم بالتصوير بس. التصوير وبالدائرة. نعم. ما بدأت العمل. ان شاء الله الله يعطيك الصحه ونتمنى بانه نلقاك بحال احسن وملك، مو هاي الغرفه الايجار، نلقاك بافضل حال ان شاء الله تفاتن الناس الطيبه. وهذا حق انت كمواطن، انت ما مدعي لك احنا غير حقك استحقاقك. انه الله يبارك فيك ان شاء الله. ونعم كل واحد هو الله يبارك فيك.
الله يسلمك. الله يخليك، رحم الله والديك ابو حكيم، بما الله ابو حكيم يخليك، الله يوفقك ان شاء الله ويسلمك ان شاء الله ابو حكيم، رحم الله بك. اذا اصدقائي اعزائي المشاهدين، بنهايه هذا اللقاء نتمنى ان الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يمد بعمر ابو حكيم ونشوفه بعد ان شاء الله بصحه افضل، وادعوا له بانه عيونه ان شاء الله يشوف بيهن، يعني نظره شبه الانقطاع نهائيا، يعني قليل بصيص ما يشوف. البارحه كان واقع ولقيته متعور، كان طالع وواقع خطيه. هاي تعور اصدقائي، نتمنى لك ان شاء الله الله ان شاء الله يعطيك الصحه ان شاء الله. اذا اصدقائي رمضان كريم لكم وعلى ابو حكيم وكل الناس الطيبين ان شاء الله. شكرا لكم، وان شاء الله رمضان القادم نلتقي بابو حكيم ببيت الملك ان شاء الله، لان اكو شرفاء ان شاء الله يلتفتون على هاي الناس الطيبه. شكرا لكم واللقاء في امان الله. سلم على اصدقائي، قولوا في امان الله، قولوا في امان الله. الله يخليك، حياك ابو حكيم بطل. تعكست على روحي وما قلت وبكل خطة أقول الحمد لله. هذا الصار بينا ويا حرما، ليلي السهر برموش نيبات. هذا الصار بينا ويا حرما، ليلي السهر برموش نيبات. خوفي على حبوب لا يحزنون،